السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر اليوم الجزائر تتهم المغرب بتزوير أوراق نقدية بالجزائر لأسباب غريبة. وقبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك الجديد. انتقلت الجزائر من اتهام المغرب بتهريب المخدرات إلى اتهام جديد يتعلق هذه المرة بترويج العملة المزورة، حيث تحدثت سلطاتها الأمنية عن ما وصفته بالمخطط الإجرامي لضرب الاقتصاد الوطني من خلال طرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، وهو الأمر الذي يأتي في الوقت الذي تعيش فيه العملة الجزائرية انهيارا كبيرا، إذ يساوي درهم مغربي واحد ما يقارب 14 دينارا. وزعم بيان للأمن الجزائري أن مصالح الشرطة بسيدي بالعباس أحبطت مخططاً إجرامياً تم تدبيره انطلاقاً من المغرب في محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني من خلال طرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري للتداول بالسوق الوطنية، مضيفاً أن هذه القضية جاءت إثر استغلال معلومة مفادها استعداد مجموعة إجرامية لطرح أوراق نقدية مزورة على مستوى ولاية سيدي بالعباس. وعلى الرغم من تصديرها كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، تعاني الجزائر من انهيار مستمر في عملتها الوطنية جراء الاعتماد على استيراد معظم حاجياتها من المواد الأولية والمصنعة، ومعاناة الاقتصاد من موجات التضخم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. واضطرت الحكومة للتدخل مرارا في محاولة للحد من هذا النزيف وسط مطالب متزايدة بتغيير العملة كحل أخير. وفي النهاية لا تنسى لايك للفيديو عشان تدعمنا.